هقول لكم على سر تعملوه بكوباية واحدة هتطلع معاكم كيك شوكولاتة هش ويجنن، وصوص الشوكولاتة داخل لجوه زي ما انتم شايفين، يعني شايفين كده من الجنب طعمها يجنن وقوامها مظبوط جدا، وكل ده بكوباية واحدة. انتوا متخيلين؟ تعالى اقول لكم السر بتاعها وما تقولوش لحد، طبعا ده سر ما بيني وما بينكم. كوباية واحدة زي ما انتم شايفين. الكوباية دي هنقيس بيها معايير الكيك كلها: كوباية من السكر، وكوباية من اللبن، وكوباية الا ربع من الزيت، وبس كده. معلقتين كبار من الكاكاو الخام اللي مش مسكر، خام مش مسكر، خلي بالكم اللي انا بقوله ده كويس قوي. في الخلاط بقى وهنضربهم كتير قوي، يعني مثلا 4 دقايق 5 دقايق لحد ما القوام بتاعها يكون تقيل بالشكل ده. نشيل كوباية كبيرة على جنب وندخلها التلاجة. شايفين القوام بتاعه؟ صوص شوكولاتة يجنن. لو انتوا عايزين تعملوا صوص شوكولاتة اصلا بره الكيك اعملوه. بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، واحط عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا، ونضرب تاني. وفي بولة بقى هنحط كوباية ونص من الدقيق. استخدموا بقى دقيق كيك او دقيق متعدد الاستخدامات اللي هو الدقيق الفاخر براحتكم. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونحط الخليط اللي احنا ضربناه بالبيض عليهم ونقلبهم بقى كويس قوي. اهم حاجة واحنا بنقلب نقلب الدقيق كويس قوي، بحيث ان ما يبقاش فيها اي حاجة مكلكعة عشان ما تبانش في الكيك ويبقى طعمها مش حلو. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ قوام مش تقيل ومش خفيف، مظبوط. وده اللي هيطلع معاكم بنفس المعايير اللي انتوا هتقيسوا بيها من كوبايه الشاي الصغننه اللي انتوا شفتوها. اي صينيه خبز عندك انت بتحبيها تستخدميها للكيك، هتحطي فيها معلقه كبيره من الزيت وهتدهنيها كويس قوي. عايزه تستخدمي الزبده او السمنه في الوصفه دي براحتك خالص. هحط بقى معلقه من الكاكاو، ممكن تستخدمي الدقيق براحتك. اهم حاجه ان احنا نغلف القاعده بتاعه الصينيه بتاعتنا علشان الكيكه ما تلزقش فيها. هنحرك بقى الكاكاو او الدقيق بالشكل ده يمين وشمال لحد ما نغطي القاعده زي ما قلت لكم. خليط الكيك هنصبه كده بقى ايه وينزل كده براحته خالص، ونسيبه يتدلع زي ما هو عايز. من حلاوته طبعا يتدلع براحته. هندخلها الفرن درجة حرارة 180، بتقعد حوالي نص ساعة وتطلع بالشكل الحلو ده وهي سخنة مولعة. ونعمل فيها خرام بالشكل ده. انا استخدمت سيخ الشاورما الخشب، ممكن تستخدمي شوكة. فاكرين بقى كوباية صوص الشوكولاتة اللي شلناها في التلاجة؟ هنخرجها برضو عليها وهي سخنة ونحطها بالشكل ده، ونبدأ كده بالمعلقة بالراحة خالص ندخل صوص الشوكولاتة في الخرام اللي احنا عملناها في الكيك. هتطلع بالشكل الخطير ده. بقى هنسيبها تبرد خالص، ودي برضو خطوة تانية مهمة علشان تكون اتشربت من صوص الشوكولاتة وطعمها بقى غني كده وحلو وطريت وبقت طعمها خطير. هنقطعها، ودي من الوصفات اللي انا ما بحبش اعملها كتير لانها بتخلص في نفس اليوم. وانا الحقيقه كل ما احاول ان انا اعمل دايت يا جماعه ما بعرفش. انا مش عارفه فين المشكله هل المشكله في وصفاتي ولا المشكله في ايه بالظبط؟ بس الصوص ده مع الكيك طعمه خطير لا يقاوم. جربوها وقولوا لي رايكم، بس خلي بالكم لو جربتوها هتدمنوها.